السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الغسول للفم، احسن غسول. راه في النهار الاول تلاحظوا الفرق. الناس اللي عندهم لي زافت، عندهم تقرحات الفم، وايضا بسبب عوامل وراثيه. الناس اللي عندهم رائحه الفم كريهه، ما تيبرش لهم اللحم ديال السنان، عندهم مشاكل صحيه في اللثه ديال الاسنان ديالهم. اليوم جبت لكم واحد الغسول راه رائع، تيعقم لينا الفم ديالنا، تيحيد لينا الروائح الكريهه، وايضا تساهم في حمايه الاسنان من خطر التسوس. الناس اللي عندهم تقرحات الفم راه دقه بطله، يعني راه في النهار الاول غادي تحسوا بالفرق. رخيص، متناول الجميع، والمكونات سهله جدا. اول مكون اللي غادي نحتاجه هو الريحان. اوراق الريحان راه ممتاز للفم. ايضا عندنا المكون الثاني اللي هو الزعتر. تنعرفوا بان الزعتر تيعقم لينا الفم، واهم مكون ان شاء الله اللي غادي نذكروه راه ممتاز جدا. راه غير هو بوحدو، الا درنا المكون الرابع هو بوحدو راه تيعالج لينا مشاكل لثه الاسنان. هنا عندنا الخزامه. تنعرفوا الخزامه بانها هي ايضا تقضي لنا على البكتيريا اللي كاينه في الفم، وتتخلي لنا الفم اكثر انتعاش. اللي عنده الرائحه كريهه جدا في الفم غادي يزيد القرنفل، غادي يزيد معلقه صغيره ديال القرنفل، وهذا هو المكون العجيب اللي تيحافظ لنا على اللثه ديال الاسنان، وتيعالج لينا المشاكل الصحيه والتقرحات اللي تيكونوا عندنا في الفم، اللي هي الجعده او الجعيديه. هذا المكون هذا راه خطير جدا في علاج المشاكل الصحيه ديال الفم، راه ممتاز جدا ورخيصه. الجعده راه هكا الاسم ديالها، تمشيو عند العطار تقولوا ليه عطينا الجعده او الجعيديه. راه ممتازه جدا هاد العشبه هادي الناس اللي عندهم مشاكل صحيه في الفم. تناخذوا نفس العبار، مثلا خدينا 20 غرام، تناخذوا 20 غرام من المكونات يعني كاملين، من الريحان، من الزعتر، من من الجعده، ومن الخزامه. ايضا تناخذوا 20 غرام من كل مكون، وتنزيدوا عليهم نص لتر ديال الماء. اللي عنده رائحه الفم كريهه جدا كيف قلنا غادي يزيد معلقه صغيره ديال القرنفل، كاين اللي تيقول ليه مسمار. تنحطوهم فوق النار حتى تيغلي عندنا هاد المكونات مزيان. منين يبدا يغلى تنحسبوا واحد 10 ديال الدقائق على نار تكون مهيله. من بعد ما تيغلى عندنا هاد المكونات تنخليوه هكاك في الكاسرونه حتى تيبرد. هاد الغسول هذا اللي غادي نشللو به الفم ديالنا. بالنسبه للطريقه تنصفيوه وتنديروه هكا في قرعه، وتنشللو به الفم ديالنا 3 حتى ل 4 ديال المرات في النهار. راه النهار الاول غادي تلاحظوا نتائج اكثر من رائعه، راه ممتاز جدا. كل يومين تنعاود نفس المحلول حتى تنبراو. راه النهار الاول غادي تلاحظوا النتائج، ولكن ما فيها باس الا درناه 4 ايام او 5 ايام باش هكا نقضيو على ديك البكتيريا اللي تتكون في الفم ديالنا. ما تنساوناش من لايك وتشجعونا فضلا وليس امرا. بارطاجيو باش تعم الفائده، وتنتسنى دائما وتنفرح بالتعاليق ديالكم. شكرا لكم، نتلاقاو فيديو جديد، مع السلامه.